من آلاف السنين فوق رمال الرملة الصفراء قامت مدينة عظيمة اسمها مدينة بابل. مدينة كانت شمسها تشرق على أغنى الرجال وأمهر الرجال وأذكى الرجال، لكن سر غناها ما كانش سحر ولا صدفة ولا كنوز مدفونة. كان سرهم حكمة بسيطة، حكمة لو سمعتها النهاردة ممكن تغير حياتك للأبد. ما تيجوا معايا نحكي حكاية حكيم، الراجل اللي علم بابل كلها ازاي يبقوا أغنياء. تخيل كده انك تعيش معايا في أعظم مدينة عرفها التاريخ، مدينة كنوزها بتلمع زي ما بتلمع النجوم في السماء، لكنها ما بتمنحش غناها لأي عابر سبيل. بين أزقة المدينة الصغيرة كان الناس البسطة بيتهمسوا بينهم وبين بعض عن موضوع الثروة. هل المال حظ؟ طب هل يمكن تعلمه؟ كتاب اللي في ايدينا النهارده عن كيفية صناعة شخص غني، وقوانين لو انت اتبعتها ممكن تصبح أغنى رجل في مدينتك، زي ما حكيم بالظبط كان أغنى واحد في بابل. استعد لرحلة معايا في كتاب أغنى رجل في بابل. تخيل معايا كده مدينة عظيمة مبنية كلها فوق الرملة، مباني شاهقة، حدائق معلقة، مدينة كانت رمز للغنى والازدهار اسمها بابل. بابل أهاليها ما كانوش أغنياء بالحظ ولا كانوا أغنياء بالصدفة. أهل بابل كان عندهم أسرار، أسرار لو عرفناها النهاردة حياتنا ممكن تتغير تماما. تعالوا نبتدي حكايتنا مع الشابين والحلم الضايع. كان في شابين قاعدين تحت ظل القمر، تحت سور قديم في أزقة المدينة القديمة. واحد اسمه حاسد وواحد اسمه محسود. حاسد بيقول لمحسود بصوت مهموم: احنا ليه بنشتغل من الصبح لغاية بالليل ولسه فقراء؟ راح محسود بيقول له بصوت حزين: يمكن ده نصيبنا، يمكن الغنى مش مكتوب عليه زينا. لكن جواهم زي أي بني آدم طبيعي كان في رغبة ونار وأمل. سمعوا عن راجل واحد في بابل، الراجل ده كان غني جدا، راجل هو الوحيد اللي قدر يعمل المستحيل. حكيم أغنى رجل في بابل. حكيم اللي كان فقير وبقى غني، وقرروا يروحوا يسألوه: يا حكيم علمنا ازاي نصير أغنياء. مجلس شباب وحكيم قاعد في النص، راجل بشوش عينيه بيبص منها ذكاء يساوي الدنيا كلها. ابتسم وقال لهم: السر بسيط يا شباب، بسيط للي قلبه صادق وعقله صاحي. وقال لهم حكمة من 3 كلمات: ادفع لنفسك أولا. عارفين يعني ايه؟ قبل ما تدفع إيجار، قبل ما تشتري أكل، قبل ما تشتري لبس، خد جزء صغير من دخلك وادخره لنفسك بقيمة 5%، 10%، مش مهم، بس لازم في كل مرة بتقبض فيها فلوس أو بتاخد فيها مرتب ادخر جزء لا يقل عن 5% أو 10% ليك أنت، بتاعك على جنب، ممنوع تلمسه. ندخل على المشهد الثالث: المال بيخلف مال. المال عامل زي البذرة، لو زرعتها كبرت وجابت لك مال جديد، ولو سبتها ماتت. الغنى قرار يومي بتاخده في كل يوم وكل ساعة من حياتك. وعشان كده هقول لكم قوانين الثراء ال7 اللي قالهم حكيم للشابين. القانون رقم 1: وفر جزء من مالك. القانون رقم 2: اصرف بحكمة. القانون رقم 3: استثمر في مدخراتك.
القانون رقم 4، احمي مالك من الضياع. القانون رقم 5، امتلك بيتك. القانون رقم 6، خطط لتقاعدك. القانون رقم 7، طور نفسك وقدراتك كل يوم. دي مش مجرد نصايح يا جماعة، دي قوانين الغنى في بابل، أو بمعنى دق دي القوانين عشان تكون غني في أي مكان في الدنيا. دي مش مجرد نصايح، دي قوانين لو سألت أي حد غني هتلاقيه بيتكلم في نفس ال7 قوانين دول، عمره ما هيعرف يطلع عنهم. اللي مشي على ال7 قوانين دول عاش غني وعاش حر. وعشان كده تعالوا ندخل على المشهد الخامس. كان في صانع رماح ادخر شوية فلوس، فضل يوفر يوفر يوفر، لكن خد فلوسه وراح اداهم لواحد يشغلهم له، واحد ما بيعرفش في التجارة، وخسر كل شيء. لا تستثمر مع الجاهل ولا تطمع في المكسب السريع. تعالوا كده نشوف المشهد اللي بعده، الشجاعة وقت الخسارة. صانع الرماح خسر فلوسه، لكن ما عادش يندب جنب فلوسه وجاله اكتئاب ومات، لا، وقف واشتغل من اول وجديد وعوض الفلوس اللي راحت منه. الشجاعة والنجاح مش انك انت تفضل ناجح، لا، الشجاعة والنجاح اللي بجد انك لما تقع تعرف تقوم وتكمل وتنجح. الشجاعة مش انك ما تقعش، الشجاعة انك لما تقع تعرف تقوم وتكمل. عشان كده هندخل على المشهد السابع، الحكمة الخالدة. بابل علمتنا حاجة مهمة جدا، الغنى مش صدفة ومش وراثة ومش حظ، الغنى عادة يومية بتمارسها كل يوم. وابن بابل اللي حفظ أسرار الثراء عاش غني وعاش حر. شوف نفسك وشوف العادات اللي بتطبقها في حياتك كل يوم، هل دي عادات الأغنياء ولا عادات الفقراء؟ هل فعلا عندك ولو قانون واحد بتطبقه في حياتك من قوانين الثراء ال7، ولا فجأة اكتشفت انك انت ما عندكش ولا حاجة من اللي احنا بنتكلم عنها؟ استنوني في الحلقة الجاية وكتاب جديد مع مناد روحي. واتمنى لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتبعت الفيديو لحد من صحابك ما يعرفش حاجة عن أغنى رجل في بابل. نهاركم سعيد يا جماعة.